ده دالتون ملاكم قوي جدا، بس بيمر بفترة صعبة لدرجة انه بيفكر في الانتحار وبيدخل في مناوشات مع عصابة خطيرة جدا. وبيبدأ الفيلم في حانة ملاكمة، وبيكون الملاكم فورد هو اللي مسيطر وهو الكسبان. وبتدخل واحدة اسمها فرانكي بتسأل عن فورد، وبيقول لها العامل ان هو اللي في الحلبة. وبيعلن الحكم فوز فورد ب6 ماتشات ورا بعض. وبيدخل شخص عشان يبدأ ماتش جديد ضد فورد، واول لما فورد بيشوفه بينسحب من الماتش. وبيفوز دالتون بالرهان من غير اي مجهود. وبنعرف ان دالتون ملاكم قوي جدا وتاريخه بيتكلم عنه، مش محتاج يستعرض مهاراته. ولما بيخرج دالتون بيروح لواحد وبيقول له ان خسر فلوسه بسببه، وفجأة بيضرب دالتون بالسكينة في بطنه. وبيكون دالتون هادي جدا وبيقول له يمشي بسرعة بدل ما يزعله. وبيدور على شاشة عشان يداوي الجرح. وبتروح له فرانكي وبتقول له انه ذكي جدا وانه كسب كل الفلوس بمجرد ما ظهر بس. وبتلاحظ السكينة اللي في بطنه وبتقول له يروح المستشفى، بس بيرفض وبيحاول يداوي الجرح بنفسه. وبتعرض عليه فرانكي انه يشتغل في الحانة بتاعتها عشان بتيجي عصابات كل يوم وبيكسروا في المكان وبيعملوا مشاكل، بس بيرفض وبيقول لها تروح تكلم فورد. فبتديله رقمها يمكن يغير رأيه. وبعدها بنشوفه نايم في العربية لانه ما عندهوش بيت. وبنعرف ان حالته المادية وحشة. وبتيجي شرطية تقول له يمشي لان ممنوع حد يقف هنا. وهو وماشي بيكون مشغل ماتشات الملاكمة، وبيكون باين انه حزين وبيقرر يموت نفسه. وبيقف على قضبان القطر بالعربية، ولكن في اخر لحظة بيقرر يكمل حياته. وبيحاول يجري قبل ما القطر يخبطه، بس العربية بتتحرك بالعافية والقطر بيخبط في الجزء اللي ورا. وبيقرر انه يروح يشتغل في الحانة بتاعت فرانكي. وتاني يوم بيكون في الاتوبيس عشان رايح الحانة. ولما بيوصل المكان بينزل يسأل عن مكان الحانة، وبتشوفه بنت اسمها تشارلي وبترحب بيه وبتديله كتاب هدية. وبتقول له ان المكتبة دي بتاعت ابوها. وبيخرج ستيفن ابوها وبيسأله دالتون عن مكان الحانة، وبيشكرهم. وبيروح دالتون على المكان اللي اتوصف له، وبيوصل وبيشرب القهوة بتاعته. وبتكون فرانكي شايفاه ومبسوطة انه وصل. وبعد شوية بيبدأ الشغل، وبيشوف الناس وهم بيضربوا في بعض، بس بيكبر دماغه لان المشاكل دي بسيطة. وبيلي اللي شغال في الحانة بيطرد اللي عملوا المشكلة. وبعد شوية بتوصل عصابة راكبين موتوسيكلات وبيدخلوا الحانة، وبيكون رئيسهم اسمه ديل. وبيدخل يكسر في المكان وبيأمر العاملين يشتغلوا. ودالتون بيراقب اللي بيحصل وساكت. وبيروح لهم بيلي وبيطلب منهم يمشوا من المكان، بس بيتجمعوا عليه وبيكونوا هيضربوه. وهنا بيظهر دالتون وبيتدخل وبيطلب منهم بكل هدوء يمشوا من المكان من غير مشاكل. لكن ديل بيضايقه وبيفضل يكسر في المكان، وبيسألهم لو الموتوسيكلات اللي بره دي بتاعتهم. وبيخرج بره وبيقدر يسحبهم بكل شياكة. وبيبدأ دالتون الضرب ومحدش بيقدر يسيطر عليه. وبتكون الحانة كلها بتتفرج، وبيلاحظ انهم اتكسروا خالص. فبياخد العربية بتاعت فرانكي عشان يوديهم المستشفى. ولما بيوصلوا بتشوفهم ممرضة اسمها إيلي، وبتروح تتكلم مع دالتون قبل ما يمشي. وفي الاول بتشكره عشان انسانيته وانه جابهم المستشفى. وبتتخانق معاه لما بتعرف انه بيأذي الناس مقابل الفلوس. وبتلاحظ النزيف اللي في بطنه وبتقول له يدخل المستشفى عشان تعالجه. ولما بيدخلوا بتنضف له مكان الجرح وبيرفض يخيط الجرح. وبيرجع دالتون للحانة، وبتديله فرانكي 5000 مرتب الاسبوع. وبيقول لها انه بيفكر يشتري مركب عشان يسكن فيها. فبتقول له ان المركب بتاعتها وانه ممكن يروح يسكن فيها عادي، بس بتحذره عشان في تمساح متوحش في البحر وان المركب قديمة على قدها. وبيروح دالتون للمركب وبينام وبيحلم بالماتش اللي دمر حياته. وبيكون في ماتش ملاكمة في بطولة العالم، بس بتيجي لورا وبتصحيه وبتديله اكل عشان يفطر ويروح الشغل. وبيشكرها دالتون. وبعدها بيروح لمحل الكتب بتاع ستيفن، وفي الطريق بيشوف الناس وهي بتسلم عليه وعرفته من اللي حصل امبارح. وبيدخل محل ستيفن وبيلاقي تشارلي موجودة، وبيطلب منها تساعده عشان هو عاوز يدور على حاجة عن النت. وبتاخده تشارلي وبتقعده على الكمبيوتر اللي في المكان. وبتلاحظ تشارلي ان افراد العصابة بيعملوا مشكلة بره، فبتاخد العصاية بتاعتها وبتقول لهم يمشوا من المكان فورا. وبيسمعها دالتون وهي بتزعق، فبيخرج عشان يشوف ايه اللي بيحصل. واول لما بيشوفوا دالتون بيخافوا وبيمشوا على طول. فبيقعد دالتون مع تشارلي وبيسألها عن اهلها، فبتقول له ان مامتها ماتت من سنة وابوها بيشتغل شغل تاني لان شغل الكتب مش قد كده. وبعدها بيروح الحانة وبتسأله فرانك بينام كويس في المركب ولا لا. فبيقول لها انه بيحلم باحلام غريبة، وبيحكي لها انه اتفاجئ ان الجزيرة كلها عرفته. فبتقول له انهم بيحبوا ينموا على البشر، واللي
واللي انت عملته يا عم دالتون في العصابة مش قليل. وبنشوف زعيم العصابة اللي دالتون ضربهم وبيكون اسمه برانت، وبيكون على اليخت بتاعه في وسط البحر، وبيعرف من الرجالة بتاعته ان دالتون ضربهم وحاليا ديل في المستشفى. وبيحكي فرد منهم للزعيم بان دالتون هادي وبيتصرف بشكل غريب، فبيتعصب عليهم برانت وبيقول لهم يمشوا حالا. وفي الوقت ده في الحانة بيكون في واحد مش عاجبه الاغاني بتاعت الفرقة الموسيقية وبيعمل اي مشكلة عشان يسكتوا، وبيحصل مناوشات بينه وبين زبون تاني في المكان. وبيلاحظ دالتون ان في واحد مخبي السكينة في هدومه، فبيقول لبيلي عشان يسيطر على المشكلة اللي هتحصل، وبيقول له يرجع لورا ويضرب بالبوكس جامد. ولما بيروح بيلي بيرفع عليه السكينة وبيمشي على تعليمات دالتون وبيضربه، فبيحاول الراجل ده انه يضرب بيلي بالسكينة، فبيقوم دالتون يضربه وبيخلي بيلي يرميهم بره. وبعدها بيروح دالتون لواحد اسمه ريف وبيلاحظ علامات على ايده، وبيقول له انه كان بيلعب ملاكمة في الكلية، فبيعرض عليه دالتون انه يشتغل في الحانة بمرتب حلو. وبنشوفه مع بيلي بيطردوا الزباين اللي بيعملوا مشاكل في الحانة. وبيعدي كام يوم وبيلي وريف شغالين تمام والدنيا امان. وبيخرج دالتون بالصدفة بره الحانة وبيشوف عصابة برانت واقفين، واول لما بيشوفوا دالتون بيمشوا. وبيرجع دالتون بعد كده للمركب وبينام وبيحلم بنفس الذكرى القديمة، وبيكون في نفس ماتش الملاكمة اللي بيطارده. ولما بيصحى بيروح يفطر وهناك بيقابل إيلي الممرضة، فبتروح تسلم عليه وبيقول لها انه لاحظ ان الناس هنا عدوانيين وبيحبوا المشاكل، فبتحذره ياخد باله لان الناس هنا خطر شوية وان الحكومة هنا مش بتتدخل. وبيكون في نظرات اعجاب بينهم. وبالليل بيروح دالتون لفرانكي وبتديله مرتب الاسبوع الجديد. وبعدها دالتون بيفكر يتمشى شوية، ولكن بتطلع عليه عربية في الطريق وبتحاول تموته، بس بيركب في شنطة العربية وبيخبطوا في الجسر اللي على الطريق. وبيخرج السواق والبنت اللي معاه وبيرموا العربية بدالتون في البحر. ولان البطل لازم يكمل القصة بيطلع دالتون عايش وبيخرج من المية وبيرجع المركب عشان ينام. وبيكون ديل مستنيه في المركب وبيرفع عليه السلاح وبيعترف له ديل ان هو السبب في الحادثة اللي حصلت له، فبيكلمه دالتون بكل هدوء، ولكن بيضربه بالترابيزة وبيقدر دالتون يرميه في المية. وبيقول له ديل ان هو هيخلص عليه لو طلع. وبيظهر فجأة التمساح وبيحاول دالتون ينقذه بس مش بيقدر، وبيكون زعلان دالتون على اللي حصل له. وتاني يوم دالتون بيبلغ الشرطة وبتيجي للمكان اللي حصلت فيه الحادثة وبيدوروا على جثة ديل. فبيجي واحد يتكلم مع دالتون وبيقول له ان ديل شغال مع عصابة في المخدرات وان العصابات دي منتشرة بشكل كبير هنا. وبعدها بنشوف دالتون في المكتبة عند تشارلي وبيخليها توريله صور الخريطة بتاعت الجزيرة، وبيكون عاوز يعرف فين اماكن العصابات وبيشك في مكان بعيد كده وسط البحر وبيكون متوقع انهم هناك. فبتقول له تشارلي ان مستحيل العصابات تكون في المكان ده لان المكان ده فيه شعب مرجانية وممكن تمسك في المركب اللي ماشية وتتعطل. وبعدها بيخرج دالتون من المكتبة وبيقابله واحد من رجالة برانت وبيقول له ان برانت عاوز يقابله وبيهدده يركب معاه العربية. وبيكلمه دالتون بكل هدوء، فبيقول له دالتون ان هو مش هيروح لحد. وفجأة بيطلع المسدس بتاعه عشان يضرب دالتون بس بيمسك صوابعه يكسرها. وبيجي واحد تاني من العصابة بس بيخاف يتدخل وبيقول له دالتون قول لزعيمك لو عاوزني فانا في الحانة. وبعدها بنشوفهم عند برانت في اليخت وبيحكي لبرانت اللي حصل مع دالتون وانه كسر له صوابعه. فبيتعصب برانت وبيقول لهم خطته وانه بيحاول يبوظ الحانة بتاعت فرانكي عشان يشتريها ويعمل بدلها في المكان ده منتجع سياحي للاغنياء. وبيجي لبرانت مكالمة من السجن وبيكون ابوه اللي بيتصل وبيهزقه لانه مكلفه ياخد الحانة من فرانكي في اقرب وقت. فبيتعصب برانت منه وبيرمي التليفون في المية ومش بيكمل 5 ثواني وبيدخل يقول للي متكسرة صوابعه روح هاتلي التليفون من المية. وبنروح لواحد اسمه نيوكس وبنعرف ان الدماغ سايحة منه وبيعمل مشاكل كتير، وعشان كده بيلجأ له ابو برانت وبيتصل عليه عشان يساعد ابنه وياخدوا الحانة بأي طريقة. وبعدها بنشوف إيلي ودالتون في البحر وبتحاول تتعرف عليه وتفتح معاه كلام بس بيرفض وبيكون عاوز يسيبها ويمشي. وبيقول لها انها شخص جميل وما ينفعش تعرف واحد زيه، فبتقول له انها عارفة كل اللي حصل. وبعدها بنشوف نيوكس وهو طاير في الجزيرة وبيوصل لمكان العصابة وبيروح له برانت وبيقول له انت مين وايه اللي جابك هنا. فبيقول له نيوكس ان ابوك كلمني وقال لي انك بوظت الدنيا وبعتني عشان اعمل اللي مش عارف تعمله. وبعدها بنشوف افراد الشرطة مع دالتون وبيكونوا عاوزين يسألوه على اللي حصل يوم الحادثة.
المدرسة، وبتشوفهم إيلي وهم بياخدوه. ولما بيوصلوا بيركب العمدة أو الضابط الكبير اللي مسؤول عن الجزيرة، وبيطلب من دالتون إنه يمشي من هنا، وبيهدده إنه ممكن يسجنه وممكن حد جوه السجن يقتله. وبيستهزأ بكلامه دالتون وبيضحك، وبيقول لهم يخرجوه من العربية، وبينزلوا ضرب فيه، وبيرفع عليه السلاح. بس بتوصل إيلي وبتضرب العمدة بالقلم، وبتاخد دالتون وبتمشي. وبتحكي له إيلي إن العمدة يبقى أبوها، وإنه شغال لصالح براند، ومعاه مراكب سياحية كبيرة، وكمان بيشتغل في المخدرات. وبينزلوا 2 من أفراد العصابة تبع براند، وبيروحوا للمكتبة بتاعت تشارلي، وبيكونوا ناويين على شر. وبعدها بيدخل دالتون الحانة، وبيكون براند مستنيه جوه، وبيحاول يضايق دالتون، فبيشغل له الماتش اللي مسبب له أزمة كبيرة، وبيقول له إنه خصمه كان صاحبه وإنه استسلم. بس دالتون فضل يضرب فيه لحد ما موته، وبنعرف إن ده السبب اللي دمر حياة دالتون. وبيسأله برانت هو استسلم وكده انت كسبت الماتش، ليه فضلت تضربه؟ بس مش بيرد عليه، وبيسيبه برانت ويمشي. وبيخرج برانت وبيقول لنيوكس يدخل يضرب دالتون ويولع في الحانة، وبيدخل يعمل فوضى كبيرة في المكان. حتى الفرقة الموسيقية مش بيسيبها في حالها، وبيحاول يمنعه بيلي، بس بيضربه هو وريف بكل سهولة، وبينزل ضربه في كل الناس اللي في الحانة. وعم الناس هنا بيشرب القهوة وسايب الكل يكسر في بعض، فبينادي عليه نيوك، فبيقوم عشان يسيطر على الموقف، واللي بيقف في طريقه بيبلعه. وبيروح له دالتون وبيقول له نيوكس انه جاي مخصوص عشان يكسر له عظمه، وبيقول له نصيحة ما تخليش حد يقرب منك كده. وبيبدأ الضرب، وبيكون نيوكس جسمه اتقل من دالتون، بس دالتون بيكون اذكى، وبيفضلوا ضرب في بعض لحد ما بيخرجوا بره الحانة. وبيقوم دالتون وبيسيبه يمشي. ولما بتشوفوا إيلي صاحبته بتفضل تكلمه، بس مش بيرد عليها وبيمشي. وفي الحانة بتكون الفرقة شغالة ولا كأن في حاجة بتحصل. وبعدها بنشوف دالتون وهو بيجهز شنطته وهيمشي، وبتروح له فرانكي وبتسأله ليه هيمشي، وبتقول له فرانكي انها كدبت عليه فعلا، وان كان المفروض تعرفه ان كل الاماكن دي ملك براند، وانه بيحاول ياخد الحانة بتاعتها عشان يعمل مشروع كبير هنا. وبيقول لها انا نصحتك تشغلي فورد عندك مش انا. وبتقول له ايه يعني خايف منهم؟ قال لها ايوه خايف، افهمي اللي عاوزة تفهميه. وبيسيبها ويمشي. وبيعرف برانت ان دالتون لسه عايش وان اغلبية افراد العصابة اتصابوا، وبيزعل جدا وبيفضل يسكر لانه مش عارف يعمل ايه. وهو وماشي دالتون بيشوف المكتبة بتاعت تشارلي والعة، وبيروح يسأل عنهم، وبيعرف انهم في المستشفى. وبيشوف الاتوبيس ومش بيرضى يركب، وبيقرر يرجع يدمر العصابة بسبب اللي عملوه في تشارلي وابوها. وبيروح لمكانهم وبيقابل فرد منهم، وبيستفزه وبيقول له ايه رأيك في اللي عملناه في تشارلي؟ فبيقول له دالتون انه كان هيمشي، بس بسبب الحركة دي هو مش هيمشي. وبيكون مجهز المطوة عشان يضربه، بس بضربة واحدة مش بيقدر يتنفس. وبيقول له انه كان خايف فعلا من اللي ممكن يعمله فيكم، وكان بيحاول يتلاشى ده بس غصب عنه ولازم يربيكم. وبيكون في فرد تاني بره بس بيكون خايف جدا، وبيسأله دالتون عن مكان براند، وبيقول له اللي يعرفه ان في اجتماع الساعة 5 الصبح، وهيوصل لبراند فلوس عشان يعمل حاجة معينة هو ما يعرفهاش. ومش بيرد عليه دالتون. وبعدها بنشوفه هو بيحلم بالماتش تاني لما الحماس اخده وفضل يضرب في خصمه لحد ما موته. وبيصحى يفطر، وبنشوفه هو حاطط الجثة في التلج عشان ما تعفنش. وبيروح دالتون للمكان اللي هتتحول فيه الفلوس لبراند، وبيضرب الضابط وبياخد الشنطة منه، وبيفتح الشنطة وبيكون كلها دولارات. ما تديني رزمة يا اسطى ابدأ حياتي بيها. وبيجيب الجثة اللي كانت في التلج، وبيضربه بالنار، وبيقول له انه قتله من امبارح بس ضربه بالنار بالمسدس بتاعه عشان يلبسه في حوار. وبيقول له انه بكل سهولة هيقدر يعترف عليه ويقول لهم ان دالتون اللي عمل كده. فبيقول له مين قالك انك هتفتكر حاجة؟ وبيضربه على دماغه. وبيروح لأقرب تليفون في الشارع وبيبلغ على مكان الجثة والظابط، ولما بيسألوه عن اسمه ورقمه بيقفل في وشهم. وبنشوفه وهو بيجهز المتفجرات بتاعته، وبيروح له العمدة ابو إيلي، وبيقول له ان بنتي اتخطفت ولازم يرجع الفلوس، وان برانت ممكن يقتل إيلي لو الفلوس ما وصلتوش. فبيقول له دالتون فلوس ايه انت بتكلمني انا؟ فبيقول له العمدة ان الظابط اعترف عليه، حتى انت قلت له انه هيفقد الذاكرة والكلام ده. فبيقول له افتكرت خلاص الفلوس معايا. وبكل طيبة بيفضل يقول له البنت هيقتلوها ولازم ترجع الفلوس. فبيوافق دالتون، وبيقول له ان الفلوس مش هنا وانه محتاج وقت عشان يجيبها. وبيروح للظابط صاحب إيلي القديم وبياخد اللانش بتاعه، وبيشوفه وبيقول له رجعها لي من غير ولا خد، في خلال ساعتين تكون هنا. فبيقول له دالتون دي ميه، فازاي مركبك
هتتخدش. وبيوصل دالتون لعصابة برانت، ولما بيطلع بيسأله برانت على الفلوس، فبيقول له هي فين إيلي أصلا؟ وبذمتك ده منظر واحد بنته مخطوفة، احنا هنهزر ولا إيه؟ فبيقول له العمدة يخطف مين؟ برانت ده شريكي. وبيتفاجئ إن برانت خطف بنته فعلا، وبيتخانق مع برانت. فبيقول لهم دالتون طب همشي أنا، ولما تخلصوا مشاكل ابقوا كلموني. فبيقول له برانت إنه مسبب له مشاكل كبيرة ومش راضي يضربه، وبيقول له هخلي سام هو اللي يضربك. فبيقول له دالتون لا سام لا. وهوب بنشوف نيوكس من بعيد، وبيقول لهم هتخلوني اعمل حاجات ما كنتش عاوز اعملها، وبيدوس على الريموت وبيفجر القنبله، وبيحصل فوضى في المكان لان القنبله بتكون قريبه منهم خالص، والمركب اتدمرت وهتغرق. وبينزل دالتون عشان ينقذ إيلي، وبتكون هي بتحاول تعمل اي حاجه عشان تخرج، وبيوصل لها دالتون وفجاه الازاز بيتكسر وبيخرجوا بره المركب، وبتركب إيلي اللانش وبيشوفها برانت وبيضربها، وبيشوفهم دالتون من بعيد، وبيكون نيوكس بيلعب باللانش، فبينتهز الفرصه وبيمسك في اللانش بتاعه وبيرميه دالتون في البحر، بس بيكون ماسك في الشبكه بتاعه اللانش، وبيقرب من المركب اللي فيها إيلي وبينط فيها. وإيلي بتتعصب لاجل دالتون وبتروح تضرب برانت، وبيكون هيضربها برانت بس بيمسكوا دالتون وبيضربوا، وبتكون المركب هتعمل حادثه وبينط في الميه هو وإيلي، ومش بيقدر يهرب برانت وبيكمل الحادثه لوحده. وبنشوف المركب في الحانه عند فرانكي، وبرانت فوق الحانه، وبيخرج دالتون من الميه يشوف الحانه، وبيحاول برانت يضربه، فبيضربه في وشه دالتون وبيكسر له مناخيره، وبيقول له كل حاجه عملتها في حياتي ضاعت بسبب حارس حقير. فبيضربه دالتون برجله، وبيدخل نيوكس بالعربيه في الحانه وبيخبط دالتون، وبيجري دالتون عشان يمنعه يخرج من العربيه، بس هو غشيم بيكسر الازاز في وش دالتون، وبينزلوا ضرب في بعض ومحدش بينتصر على التاني، وبيتصاب دالتون وده بيزعله جدا، بس مش بيخاف وبيستمر في الضرب. وبعدها بيسيطر عليه نيوكس وبيضربه بالسكينه في نفس الجرح القديم، وبيمسك السكينه التانيه وبيفضل يقول له برانت اخلص اقتله، فبيمسكوا نيوكس وبيموته عشان عامل دوشه، والبطل بيشوف مشهد موته، بس بيقوم وبيخرج السكينه من بطنه وبيضربه بيها، وبيمسك السكينتين وبيشرحه، وبيفضل يضربه بالسكاكين لحد ما بيموت. عارفك مستغرب ازاي دالتون مضروب بالسكينه ومش بينزف؟ ده البطل يا عم مش اي حد. وبتشوفوا إيلي وبتكون مصدومه من اللي حصل، وبيدخل العمده ابوها وبيقول له كده لازم تمشي حالا، وإيلي بتقول له يمشي بسرعه. وبعدها بنشوف العمال شغالين في الحانه، وبيدخل زبون يسال فرانكي هيكونوا فاتحين النهارده ولا ايه؟ فبتقول له هنقفل ليه؟ هو حصل ايه اصلا؟ بتفكرني بمدير كده. لا خلاص مفيش حاجه. وعلى الجانب الاخر بنشوف دالتون وهو مستني الاتوبيس، وبتروح عشان تودعه تشارلي، وبتكون مش عاوزاه يمشي، وبتقول له انه حد طيب ومش شرير خالص. وبيدخل ستيفن ابوها المكتبه وبيلاقي شنطه كبيره فيها فلوس، وبيفهم ان دي فلوس سايبها له دالتون، وبينادي عليه بس بيكون ركب الاتوبيس ومشي. وبس كده الفيلم يكون خلص. اعمل اشتراك وسيب لي رايك في الكومنتات. انا مؤمن محمد، اشوفكم على خير وسلام.